مساء الخير يا وطن، مساء الخير لرجال الشرفاء داخل مدينة تعز وخارجها. لا أستطيع أن أصف لكم يعني موقفنا البارحة منذ تلقينا خبر إلقاء القبض على القاتل وليد شلعة. هنالك مشاعر ممزوجة، فرح على بكاء، فرحا ببداية تحقق العدالة لوالدي بإذن الواحد الأحد، وحزننا لأن هذه السعادة لحظية لن تعيد لنا الوالد ولن تعيد لنا الطمأنينة التي سلبت إلينا. كان لهم الفضل الرجال الشرفاء داخل مدينة تعز وخارجها. أحب أن أشكر فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، الأجهزة الأمنية داخل مدينة تعز، على رأسهم الفندم منصور الأكحلي، الفندم نبيل الكدهي، المستشار قائد المحور الفندم سالم، والألوية بكل فروعها، خاصة لواء النصر. أنتم الأبطال الذين كان لكم الدور في إلقاء القبض على القاتل. كل الجنود، كل الجيوش، لكم جميع الشكر. ومع ذلك قصتي لم تنتهي بعد، لذا أوجه رسالتي إلى المجلس، القيادة الرئاسية، إلى وزير الداخلية، إلى محافظ تعز، إلى رئيس نيابة تعز القاضي محمد سلطان، إلى رئيس محكمة الاستئناف القاضي رزاز سفيان. أصبح الآن الكرة في ملعبكم، في ملعب القانون. أتمنى أن لا يكون هنالك أي مماطلة. لا أريد أن تبقى قضية والدي في أدراج المحاكم ونعيش الموت كل يوم إلى جانب والدنا. أحب أن أقول أنني لن أدفن والدي حتى يتم القصاص، هذه أصبحت رأي عام. لابد من المحاكمة العاجلة، وأتمنى من الجهات المختصة ومن القيادات العليا أن تفعل ساحة إعدام صيناء، ويكون أول قاتل يعدم فيها وليد شلعة. أعدكم أني سأكون وسأظل قوية أكثر مما تتوقعون حتى أرى قاتل والدي في ساحة الإعدام، وسأقوم بتغطية الخبر بنفسي صوتا وصورة بإذن الله. وحتى ذلك الوقت أطلب من الجميع أن يواصلوا الضغط لمتابعة القضية كي لا تبقى قضية والدي في أدراج المحاكم ونعيش الموت كل يوم إلى جانب والدنا. ابنتكم وأختكم غدير الشرعبي.